اهلا بيكم في الحلقه الاولى من برنامج جول مشترك. حلقه النهارده بتتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك في الدوري المصري. المباراه هتقام يوم 8 يناير يوم الاثنين اللي قادم، وهتتلعب ان شاء الله الساعه 7 مساء على استاد القاهره. المباراه هتذاع على القنوات دي ام سي سبورت واون سبورت، وطبعا هتذاع على القنوات الارضيه، بجانب ان المباراه ليها طابع خاص بالنسبه من الفرقتين. بس برضو خلينا نقول لكم ترتيب الاهلي والزمالك وايه النقط ووصل للمركز الكام. النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطه، لعب 15 مباراه، ليه مباراه مؤجله مع المقاولين العرب، كسب 11 مباراه، اتعادل في 3 وخسر مباراه واحده. بالنسبه لنادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطه، لعب 16 مباراه، كسب 8، اتعادل في 4، خسر في 4. بجانب طبعا اخر مباراه كانت مع طلائع الجيش وخساره نادي الزمالك 1-0، وقال نبوشه وتم تعيين المدير الفني الجديد كابتن ايهاب جلال. المباراه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك اكتر من النادي الاهلي، لان نادي الزمالك لسه بينافس، عايز ينافس على الدوري. الفرق ما بينه وما بين النادي الاهلي في حاله فوزه الزمالك على الاهلي هيبقى 8 نقط، وده في حاله كمان ان الاهلي كسب المقاولين في المباراه المؤجله دي. في حاله ان الاهلي خسر او اتعادل الفرق ممكن يبقى 6 أو 5 نقط، وده بيحيي امال الزمالك بشكل كبير جدا في ان هو يرجع ينافس للدوري. بالنسبه للاهلي دي مباراه مهمه جدا برضو بالنسبه للمباراه، الحجم التاريخي بالنسبه للمباراه، وفي نفس الوقت برضو ان الاهلي عايز يفوز بالدوري، وعشان يقدر يوصل للمركز الاول اللي هو بيتنافس فيه مع الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده 37 نقطه، ففوزه في المباراه ديت والمباراه المؤجله هيخلي الفرق ما بينه وبين الاسماعيلي تقريبا 5 نقط. بما ان المباراه مباراه النادي الاهلي، هنتكلم الاول عن النادي الاهلي والمشاكل اللي قابلته الفتره اللي فاتت. رقم 1، حسام البدري مدرب الفريق عانى مع الفريق بسبب ارهاق الفرقه بشكل كبير جدا. المستوى بتاع الفريق هبط بشكل كبير نتيجه الارهاق اللي كان موجود عند اللعيبه، بدايه من افريقيا لحد ما انتهت، وتلاحم المواسم، وكل المشاكل دي كانت بتقابل حسام البدري. نتيجه كده اضطر ان حسام البدري يعمل روتيشن غير محسوب، وده اثر بشكل كبير جدا على الفرقه ومستوى الفرقه في المباريات اللي فاتت. زي ما احنا شفنا كان في لعيبه بتلعب مع بعض كانها بتلعب لاول مره. رقم 2، تغيير مجلس اداره النادي الاهلي من محمود طاهر لمحمود الخطيب، وفوز محمود الخطيب في الانتخابات الاخيره اثر برضو على الفرقه بشكل كبير جدا، بالذات على المدرب حسام البدري، نتيجه مشكله كانت حصلت قبل كده. انتوا عارفين بقى لجنه كوره، وبقى في لجنه كوره، وفي مين بيقول لعيبه تيجي ولعيبه تمشي والكلام ده، غير ان كان في مشكله قديمه مع مجلس كابتن حسن حمدي سنه 2012 2013 الموسم ده بالذات، بعد ما البدري قرر ان هو يمشي في نص الموسم ويروح نادي اهلي طرابلس. ده عمل مشكله كبيره جدا، وكانت قال عليه كلام كتير قوي في الفتره ديت، وكان مجلس النادي الاهلي عنده مشكله كبيره معاه. فعلى ما اعتقد ان العلاقه ما بين محمود الخطيب وما بين محمود طاهر برضه مش علاقه سلسه جدا. المشكله الثالثه هي وجود 7 من اهم اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي، او على الاقل 5 منهم من القوام الاساسي للفريق. النادي محتاج يجدد عقودهم، لان هي هتنتهي بنهايه الموسم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ال7 لعيبه هم شريف اكرامي، وليد سليمان، احمد عادل عبد المنعم، حسام عاشور، عبد الله السعيد، احمد فتحي، صبري رحيل. ده غير طبعا ان هو عار 3 لعيبه مهمين برضو، احمد الشيخ، مؤمن زكريا، وعماد متعب، وطبعا الفسخ مع عبد الله الشامي اللي هو المدافع الفريق. ده برضو الى حد كبير قوي بيدي متنفس لبقيه اللعيبه انها تلعب، بس في نفس الوقت اثر بشكل كبير جدا على القوام. تم التجديد لل7 لعيبه اللي احنا اتكلمنا عليهم، ان هو هيبتدي ان شاء الله باذن الله بعد مباراه السوبر ما بين الاهلي والمصري. 4، خط الدفاع في النادي الاهلي. خط الدفاع في النادي الاهلي بيعاني بمشاكل كتيره جدا بسبب اصابه رامي ربيعه وسعد سمير ومحمد نجيب. تقريبا اتصابوا في اوقات مهمه جدا بالنسبه للفرقه، لدرجه ان احنا كنا بنشوف ايمن اشرف اللي هو الباك الشمال اللي الاهلي اشتراه بيلعب في قلب الدفاع. ما زالت المشكله دي قائمه، سعد سمير لسه مصاب، محدش عارف اذا كان هيقدر يدخل التشكيل بتاع ماتش الزمالك ولا لا. وفي طبعا فسخ العقد مع عبد الله الشامي، كان انا شايف ان هو كان مشكله كبيره جدا برضو للنادي، رغم ان دوت اللعيب اللي اختاره الجهاز الفني وطلبه الجهاز الفني ذات نفسه هو نفس الجهاز الفني اللي طلب عدم التعاقد معاه، او طلب فسخ التعاقد معاه لعدم اقتناعهم بامكانياته الفنيه. خط دفاع النادي الاهلي بيعاني بمشاكل كتيره جدا الفتره اللي فاتت، محدش عارف اذا كان هيقدر يخرج منها الفتره اللي جايه برضو ولا لا. النقطه رقم 5، المشكله الاساسيه بالنسبه لهجوم النادي الاهلي على الفرق الاخرى، ان هو بيعاني من نمطيه واضحه جدا في التحضير، ودايما حسام البدري بيعتمد على التمركز في وسط الملعب، ويعتمد على البساط جوه وسط الملعب وفي ظهر خط الدفاع. التظبيطه ديت او الحركه دي دايما بتلاقي الكوره دايما بتروح للاطراف، يعني هتلاقي دايما الكوره دايما تنتهي الهجمه او اخر باصه بتبتدي من على الطرف، سواء من عند وليد سليمان او
من عند جونيور اجاييه او مؤمن زكريا على حسب مين بيلعب على الطرف. بيعتمد برضو على الاوفرلاب اللي بيحصل ما بين اللعيبه سواء احمد فتحي او علي معلول، واللي بسبب اصابه علي معلول النادي الاهلي برضو في الهجوم عانى بشكل كبير جدا، لان علي معلول كان مصاب فتره طويله جدا من نهايه افريقيا اللي فاتت. حسام البدري محتاج يفكر اكتر في الاختراقات من العمق، لان الاختراقات من العمق بقت قليله جدا من النادي الاهلي. مفيش اللعيبه المهاريه، اللعيب اللي هو بيرقص ويخش في التكتلات الدفاعيه اللي بتبقى قدام النادي الاهلي بقت قليله جدا. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، النادي الاهلي على ما اعتقد ان برضو حسام البدري مش هيجازف كتير في تغيير التشكيل الاساسي اللي كان بيلعب بيه من بدايه الموسم اللي فات. في البدايه هيكون في الخطه هتكون 4-2-3-1، الخطه المعهوده بتاعت النادي الاهلي. في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، على الشمال علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي، السوليه وعاشور قدامهم 3 اجاييه وعبد الله السعيد ووليد سليمان او مؤمن زكريا. قدام طبعا في الهجوم وليد ازارو، ده مفيش بالنسبه لحسام البدري اختلاف عليه. القائمه بتاعه الاحتياطي على ما اعتقد هتكون عادل عبد المنعم، محمد هاني، سعد سمير، مؤمن زكريا او باكا على حسب مين فيهم اللي هيكون افضل، هشام محمد، اسلام محارب، ومروان محسن. بالنسبه لسعد سمير ممكن يكون اللعيب الناشئ بتاع النادي الاهلي هو موجود مكانه، المدافع بتاع النادي الاهلي ده اللي يكون بديل في حاله ان سعد سمير لسه ما اكتملش شفاء. هتكلم دلوقتي عن نادي الزمالك. نادي الزمالك تم اقاله نبوشه في ماتش الجيش اللي فات، وتعيين ايهاب جلال مدير فني لنادي الزمالك بعد ما رحل عن انبي يوم 6/1/2018، وده قبل مباراه القمه بيومين. طبعا احنا كنا محضرين حلقه مختلفه خالص عن الموضوع دوت، بس نتيجه ما شاء الله ان تصريح واحد فقط لا غير من ايهاب جلال غير فكرنا خالص، لان هو طلع وصرح وقال انا المسؤول مسؤوليه كامله عن نتيجه مباراه القمه. ايهاب جلال كان مرشح لان هو يمسك نادي الزمالك ويدرب نادي الزمالك بدايه من الموسم اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، بعد موسم قوي جدا كان عامل الموسم اللي فات مع نادي مصر المقاصه. بعد ما كان نادي الزمالك هيمشي ايناسيو وكان خلاص في مفاوضات كبيره جدا مع ايهاب جلال ان هو يتعاقد معاه، ولكن لسبب او اخر غير معلوم ما تمش التعاقد مع ايهاب جلال، وظل ايهاب جلال من غير نادي لمده 15 ليوم 15/10/2017. 15/10/2017 نادي انبي تعاقد مع ايهاب جلال بعد ما رحل عنه طارق العشري نتيجه سوء النتائج. زي ما قلنا ايهاب جلال اعلن في اول تصريحاته ان هو مسؤول عن مباراه القمه، والتصريح دوت مش عن جهه كرويه ولا يعني زي ما بيقولوا كده فتوانه في لغه الكوره، ولكن لان اللعيبه بتاعت نادي الزمالك اللي موجوده مش بعيده قوي عن ايهاب جلال، لان معظمهم كان في مصر المقاصه كان تحت قيادته. هنبتدي نتكلم عن التصريحات اللي قالها قبل كده ايهاب جلال، وهو طريقه تفكيره ازاي وطريقه لعبه ازاي. رقم واحد، ايهاب جلال بيحب يلعب بطريقه 4-4-2، ودي طبعا الطريقه اللي مجلس الاداره اساسا جابه علشانها، لان مجلس الاداره دايما كان بيسال في كل المباريات انا ليه ما بلعبش باثنين مهاجمين. في نفس الوقت هو قال ان انا بلعب 4-4-2 بس مش بالطريقه الكلاسيكيه، يعني الاطراف الاثنين الوينجين اللي بيلعبوا على جنب مش ملتزمين بادوار الوينجين، ولكن لازم يكون عندهم المهاره ان هم يخشوا للعمق شويه زي ما شفنا احمد الشيخ مع المقصه. فعلى ما اعتقد ان على الجنب اليمين هيكون اكتر لعيب مهم بالنسبه لايهاب جلال في نادي الزمالك هيكون يوسف اوباما، وعلى الجنب الشمال محتاجين شويه شغل من الشامي ومدبولي علشان يقدروا يظهروا في الدور ده بشكل افضل، لان هم بيعتمدوا على الدور الوينج الملتزم اكتر بالجنب الشمال او ملتزم بالطرف اللي هو بيلعب فيه. اما عن قلب الملعب، ايهاب جلال كان صرح قبل كده وقال ان طارق حامد وحسام عاشور اللعيبه دي بالنسبه له مش مهم ان هم يكونوا موجودين عنده في وسط الملعب، بس هو بيحب دايما اللعيب المهاري اكتر في وسط الملعب، اللعيب اللي يقدر يحتفظ بالكوره اطول وقت ممكن ويقدر يسلم الكوره بشكل مظبوط ودقيق جدا. الفتره اللي كان بيلعب بيمرن فيها ايهاب جلال نادي مصر المقاصه كنا بنشوف كوره جميله جدا بصراحه بتتلعب في وسط الملعب، بس ده كان على حساب ان انت برضو دفاعيا كان عندك مشاكل دفاعيه موجوده. ايهاب جلال اعتمد مع مصر المقاصه على دونجا واحمد داوود قبل كده وهشام محمد لعيب النادي الاهلي. دونجا واحمد داوود الاثنين موجودين في نادي الزمالك، فعلى ما اعتقد ان اعتماده هيكون بشكل كبير جدا عليهم الفتره اللي جايه. بالنسبه للدفاع كان صرح قبل كده برضو ايهاب جلال ان الدفاع بالنسبه له مش اهم حاجه، اهم حاجه ان الفرقه تلعب كره جميله وفي نفس الوقت تهاجم بشكل كبير، وده اللي شفناه مع فريق مصر المقاصه. بس نتيجه الفكر ده فريق مصر المقاصه الموسم اللي فات دخل فيه 34 جون، رغم ان هو كان تاني الدوري، الا ان ده رقم كبير جدا بمقارنه بالنادي الاهلي ومقارنه بنادي الزمالك وانديه ثانيه. نادي الزمالك لحد دلوقتي استقبل 14 هدف، ده برده رقم كبير مش رقم صغير، بس هنشوف ايهاب جلال هيقدر يعالج الموضوع دوت ازاي في الماتش اللي جاي. بالنسبه للهجوم ايهاب جلال بيعتمد بشكل كبير جدا على اثنين مهاجمين، وكان صرح في تصريحات قبل كده وقال ان هو محتاج الاثنين المهاجمين يكونوا بيلتزموا بالتعليمات اكتر ما يكونوا بيسجلوا،
ده هيخلق فرصه كبيره جدا لباسم مرسي وكاسونجو كابونجو وكمان اشمبونج، لان هم الثلاثه تحركاتهم كويسه جدا ولاعيبه سريعه. بجانب ان خط الهجوم لو التزم بالتعليمات بتاعه ايهاب جلال ممكن نشوف لنادي الزمالك شكل مختلف بالنسبه للعيبه بتاعه وسط الملعب، بالذات لو افتكرتوا مصر المقاصه كان بيلعب ازاي، وان احمد الشيخ اللي هو الطرف كان هداف الفريق. من الاخر كل اللي احنا بنعتقده ان ما نعتقدش ان ايهاب جلال هيلعب باي شكل من الاشكال دفاعي تماما، بالعكس ده هيلعب مباراه هجوميه وهتبقى مباراه مفتوحه. اللي هيسيطر في المباراه ديت على خط الوسط هو اللي هيقدر يوصل للمرمى اسرع، وهو اللي هيقدر يجيب اهداف اكتر. اتمنى ان احنا نشوف مباراه ممتعه، بس قبل ما نشوف المباراه الممتعه هنقول لكم تشكيل الزمالك. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك طبعا احنا زي ما توقعنا هيلعب 4-4-2، وهيلعب في حراسه المرمى احمد الشناوي، على اليمين حازم امام، علي جبر، محمود علاء، على الشمال مؤيد العجان. في خط النص اوباما وداوودة ودونجا ومدبولي، قدامهم اشمبونج وباسم مرسي، او طبعا كابونجو كاسونجو، واحد من الاثنين دولت هيكون بيلعب قدام. فكره ان انت تتوقع كمان مع مدرب جديد لسه جاي مين اللي هتبقى القائمه اللي قاعده برده على الدكه، ده هيبقى صعب، بس في اسامي على ما نعتقد ان هي مش هتخرج براها. هيكون فيها طارق حامد، محمد ابراهيم، ايمن حفني وجنش ورؤى. ممكن بقى يزيد عليه، اللي هيزيد عليهم هيبقى مين الله اعلم، بس احنا هنشوف المباراه اللي جايه. نتمنى لكم تكون الحلقه عجبتكم، وبنتمنى لو انت عجبكم تاني المحتوى تعملوا لنا سبسكرايب ولايك، ولو ما عجبكوش تسيبوا لنا كومنت ايه اللي ما عجبكوش عشان نقدر نطور منه الفتره الجايه. متشكرين ليكم جدا، ونتمنى ان احنا نشوفكم الحلقه الجايه، ونتمنى ان احنا نشوف كمان تفاعل معاكم بشكل اكبر الفتره اللي جايه.